السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة بعنوان صراع القيادة بين الأزواج. هل عمرك سألت نفسك ليه بيوت كتير بتنهار بالرغم من إن شكلها من بره مثالي؟ الفيديو ده يا جماعة مش مجرد كلام عابر، دي صرخة إنقاذ لكل بيت بيواجه صراع القيادة وهروب الزوج أو الزوجة من المسؤولية. هنتكلم بجراءة عن معنى القوامة، خطورة الهروب من الواجب، دور الحوار والقدوة اللي قدمها لنا القرآن والسنة. وهتسمع كمان قصص واقعية مؤثرة هتحس كأنك عايشها، ورسائل قوية هتغير نظرتك لعلاقتك الزوجية. الفيديو ده هيكشف لك ازاي غياب القيادة بيهدم البيوت، وازاي خطوات بسيطة ممكن تعيد التوازن والحب. لو بتحب بيتك وعايز تحافظ عليه، الفيديو ده موجه ليك بشكل مباشر. بس قبل ما نبدأ رحلتنا، حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ويا ريت لو تشارك الفيديو مع كل اللي يهمك أمرهم، يمكن يكون السبب في إنقاذ بيت قبل ما يغرق. ويلا بينا نكمل رحلتنا. يا ترى إيه اللي يخلي بيوت كتير حوالينا تنهار بالرغم من إن شكلها من بره مثالي؟ بيت شكله متزين بالأثاث لكن جواه فراغ كبير. بيت فيه ضحك مصطنع لكن ما فيهوش دفء ولا سكينة. يا ترى ليه؟ السر يا جماعة هو صراع القيادة. الزوج عايز يسيطر من غير رحمة، والزوجة ترد بعناد وتمرد، أو العكس، كل واحد يسيب مكانه ويهرب، فيتحول البيت لسفينة في بحر هائج من غير ربان. النهاردة هنتكلم بصراحة وبعمق عن القيادة والمسؤولية في البيت. مش هنقف عند التنظير، لا، لكن هنخوض في الواقع. هنشوف آيات وأحاديث وهنسمع قصص حقيقية بتتكرر كل يوم حوالينا. صدقني اللي هتسمعه النهاردة مش مجرد كلام، دي صرخة إنقاذ قبل ما سفينة بيتك تغرق. خلينا نبدأ مع بعض ونمشي محور ورا التاني ونشوف ازاي ممكن ننقذ بيوتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي معنى القيادة في البيت. قال الله: الرجال قوامون على النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. يعني القوامة مش كلمة بتخوف ولا معركة مين الأعلى، القوامة تكليف قبل ما تكون تشريف. الزوج مسؤول عن رعاية بيته بالحب والعدل والرحمة، مش بالقسوة ولا بالتهديد. والزوجة شريكة، هي مش ظل ولا تابع ساكت، ليها دورها في القرار وفي بناء البيت. القيادة مش كرسي يا جماعة هنتخانق عليه، لكنها جسر نعبر بيه مع بعض. لما كل طرف يفهم ان دوره مش إلغاء للتاني لكنه تكامل، البيت يستقر. إنما لو القوامة تفهم التسلط أو المشاركة تفهم التمرد، النتيجة دايما هتكون خراب. وأحكي لحضرتك قصة صغيرة. أحمد وسلمى اتجوزوا عن حب في الأول. أحمد كان فاكر إن القوامة تعني إنه يقرر كل حاجة لوحده. أنا الراجل، يبقى كلمتي هي اللي تمشي. وفعلا كل قرار صغير أو كبير كان بيمشيه من غير ما يرجع لسلمى. مع الوقت سلمى فقدت إحساسها إنها شريكة، وحست إنها مجرد تابعة. رد فعلها كان إنها انسحبت وسابت له كل حاجة. بعد شهور أحمد بدأ يتضايق. ليه مش بتهتم؟ ليه مش بتشارك؟ ولادهم بقى يشوفوا البيت كأنه حلبة فيها طرف غائب وطرف متسلط. في الآخر البيت اتفكك، والعيال دفعوا تمن فهم غلط لمعنى القيادة. واللي عايز أقوله لحضرتك، خد بالك، القوامة مش تسلط، والشراكة مش تمرد. القوامة رعاية واحتواء، والشراكة سند ومساندة. يا زوج، ما تعتبرش نفسك الحاكم بأمره، لكن اعتبر نفسك الخادم برحمته. ويا زوجة، ما تستسلميش لانسحاب يضيع بيتك. البيت محتاج اتنين شايلين بعض، مش واحد شايل والتاني سايب. افتكر دايما ان القيادة مش صوت عالي، انما القيادة فعل رحيم. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي خطورة الهروب من المسؤولية. قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. رواه الترمذي. يعني المسؤولية زي الأمانة، اللي يهرب منها كأنه بيهرب من نفسه. الهروب مش معناه راحة، لكن بداية انهيار. الزوج اللي يسيب كل القرارات لمراته بحجة أنا مشغول، أو الزوجة اللي تقول أنا ماليش دعوة، في الحقيقة هم بيزرعوا قنبلة ببيتهم. الضغوط هتتراكم، والأولاد هيتربوا من غير سند. ربنا وعدنا إننا هنتسأل عن الأمانة دي، والهروب منها مش هيعدي من غير حساب.
وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. محمود كان بيرجع من شغله تعبان، يقول لمراته: انت أدرى، انا ماليش دعوة. في البداية مراته كانت شايلة علشان المركب تمشي، لكن مع الوقت الحمل زاد عليها، بقت عصبية وفقدت حنيتها. الأولاد بدأوا يلاحظوا ليه بابا مش بيساعد، وليه ماما دايما متوترة. بعد سنين البيت بقى جاف، مراته طلبت الطلاق وقالت له: أنا اتجوزتك كزوج مش كضيف. محمود انهار، لكن بعد فوات الأوان. واللي عايز أقوله لحضرتك يا زوج، ما تفتكرش إنك لما تسيب كل حاجة هترتاح، بالعكس هتخسر حب مراتك واحترام ولادك. ويا زوجة، ما تفكريش إنك لما تقولي أنا ماليش دعوة هتنجي نفسك. الهروب ده وهم، والمواجهة أمان. تذكروا دايما إن الأمانة دي هتتسألوا عنها قدام ربنا. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الحوار أساس التوازن. قال الله: وعاشروهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. يعني الحوار مش رفاهية، ده صمام الأمان لأي بيت. لما يتقفل باب الكلام بيتفتح باب الشكوك والمشاكل. الحوار معناه إن كل واحد يسمع للتاني من غير حكم مسبق. الزوج يسمع مخاوف مراته، والزوجة تسمع ضغوط زوجها. الحوار مش مجرد فضفضة، لكنه وسيلة لفهم أعمق. واللي بيتهرب من الكلام بيبني سور عازل بينه وبين شريكه. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. ليلى وزوجها سامي كانوا عايشين في خناق مستمر، كل كلمة تتحول لنقاش حاد. لحد ما في يوم نصحهم صديق قريب إنهم يخصصوا ساعة أسبوعية للكلام الهادي. في الأول كان صعب، لكن مع الوقت بدأوا يكتشفوا إن نص الخناقات كانت بسبب سوء فهم بسيط. بعد شهور لقوا نفسهم بيضحكوا أكتر، وولادهم بقوا يعيشوا في جو أهدى. مجرد جلسة كلام أنقذت بيت كان بيقع. واللي عايز أقوله لحضرتك إن الكلمة الطيبة أقوى من ألف صرخة. الحوار هو الجسر اللي بيربط بينك وبين شريك حياتك. جرب تسمع بدل ما تقاطع، جرب تفهم بدل ما تحكم. صدقني ممكن كلمة صغيرة تغير جو البيت كله. اللي بيسمع شريك حياته بيحافظ على بيته من الانهيار. ورابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي قدوتنا في القرآن والسنة. قال الله: وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخدم أهله. رواه البخاري. يعني القرآن والسنة حطوا أساس الزواج، مودة ورحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة في التعامل، بيخدم أهله بنفسه وبيشاركهم. القيادة يا جماعة مش كبرياء، القيادة خدمة. اللي بيتكبر بيخسر قلب شريكه، واللي بيتواضع بيمتلك قلبه. لو طبقنا النموذج النبوي بيوتنا هتبقى جنة على الأرض. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. سمية كانت بتحكي إن بعد ولادتها الثالثة كانت مرهقة جدا. في يوم دخلت المطبخ تلاقي جوزها بيحضر الأكل للأطفال ويغسل المواعين. قالت: في اللحظة دي حسيت إن ربنا عوضني خير. التصرف البسيط ده رجع لها طاقتها، وخلى الأولاد يشوفوا أبوهم قدوة حقيقية في المسؤولية. بيتهم بقى أهدى، والمودة رجعت بيتهم. واللي عايز أقوله لحضرتك: قدوتك مش الدراما ولا السوشيال ميديا، قدوتك القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إزاي كان أرحم الناس بأهله. واتباعك للنموذج ده مش ضعف، دي قوة إيمان. اللي بيخدم أهله مش قليل، ده كبير بعيونهم وبعيون ربنا. وخامس حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي نتائج غياب القيادة. قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. واللي عايز أقوله لحضرتك: غياب القيادة بيعمل فراغ خطير. أي مجموعة من غير قائد بتتفكك، والبيت أولهم. النتيجة طلاق وأولاد ضايعين، كراهية وانهيار مجتمع كامل. القائد مش لازم يكون قاسي، لكن لازم يكون حاضر وحكيم. اللي يسيب بيته من غير قيادة كأنه سايبه للريح. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. في بيت واحد كان قريب مني اتفكك بسبب غياب القيادة. الأب كان دايما مشغول في الشغل والسفر، والأم كانت غرقانة في همومها. الأولاد كبروا من غير توجيه، دخلوا في صداقات سامة وضاع مستقبلهم. بعد سنين الأب رجع يلوم نفسه ويقول: ضيعت ولادي بإيديا علشان كنت غايب. واللي عايز أقوله لحضرتك: بيت من غير قائد هو بيت في مهب الريح. القيادة مش رفاهية يا جماعة، دي ضرورة. اللي بيحب بيته لازم يتحمل القيادة برحمة وعدل. ما تسيبش بيتك يضيع علشان غيابك. القيادة مش تسلط، القيادة أمان.
وسادس حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي خطوات عملية للإصلاح. ركز معايا. قال الله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري. يعني الإصلاح يبدأ بالنية. لو في نية صافية ربنا هيبارك لك في المحاولات. لازم يكون في تقسيم واضح للأدوار وتعاون حقيقي. الحوار المستمر والاعتراف بالأخطاء بيفتح باب جديد. كمان طلب المساعدة من أهل الخير أو المختصين دي خطوة مهمة جدا. مفيش بيت كامل يا جماعة، لكن في بيت قادر يصلح نفسه. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. فاطمة وزوجها كانوا على وشك الطلاق، لكن بعد جلسات مع مرشد أسري اكتشفوا إن المشكلة مش في الحب، لكن في سوء توزيع الأدوار. اتفقوا على خطة: هو يهتم ببعض الأمور المادية وهي تدير شؤون البيت، والقرارات الكبيرة يتشاركوا فيها. النتيجة كانت إن البيت رجع يستقر والأولاد عاشوا في أمان. واللي عايز أقوله لحضرتك: لو في نية إصلاح ربنا هيفتح لك أبواب البركة. الحل مش في الهروب ولا الطلاق السريع، الحل في الشراكة الحقيقية. واجه المشكلة، اطلب مساعدة لو محتاج، مش عيب. وافتكر إن البيت يستاهل منك صبر وتضحية. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. يا جماعة، البيوت مش بتنهار فجأة، البيوت بتتاكل واحدة واحدة، بقرار اتساب، بكلمة ما اتقالتش، بمسؤولية اتهرب منها. اللي بيخلي البيت قائم مش الجدران ولا الأثاث، لكن القلوب اللي شايلة بعض. لو القائد غاب المركب بتضيع، ولو الشريك انسحب البيت بيتهد. ما تسيبوش أولادكم يضيعوا علشان كبرياء أو هروب. البيت هيبقى جنة لو اتبنى على الرحمة، وهيبقى جحيم لو اتبنى على الصراع. خلي شعارك: أنا مسؤول، أنا قائد برحمة، أنا شريك بصدق. ساعتها بيتك مش بس هينجو، ده أنت هتبقى قدوة كمان لغيرك. وأخيرا أدعو الله: اللهم أصلح بيوتنا، وبارك في أزواجنا وزوجاتنا، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم اجعل بيوتنا سكنا مطمئنا ومودة ورحمة، واحفظها يا رب من الشقاق والطلاق. اللهم ارزقنا الحكمة في القيادة، والعدل في المسؤولية، والرحمة في القرارات. اللهم اجعل أبناءنا قرة أعين لنا، واحفظهم يا رب من الضياع والانحراف، وارزقنا أن نراهم صالحين مصلحين. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بالإيمان، محفوظة بالملائكة، مباركة بالسكينة. اللهم اجعلنا قدوة في الخير لأهلنا وأولادنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا يا رب بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويا ريت لو تشارك الفيديو مع أهلك وأصحابك وحبايبك علشان الكل يستفيد وتكون صدقة جارية لينا كلنا. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.